ونروح بعد كده للمركز السادس لأقوى فيلم هندي في 2022 RRR. كون فيلم هندي أو غير أمريكي عموما يكون موجود في القائمة دي، ده معناه بأن الفيلم أسطوري بكل المقاييس، والأجمل كمان إنه من غير مشاهد خارجة خالص. دي في حد ذاتها إنجاز. فيلم من غير مشاهد خارجة مصنف من أقوى أفلام السنة، ده معناه بأن القصة ضخمة وتستحق. والقصة باختصار كده عن مقاومة الهنود للاحتلال الإنجليزي في العشرينات، وهتركز على الثنائي ده اللي هيشارك في المقاومة ومحاربة الإنجليز، وغالبا في أخ واحد منهم شغال مع الإنجليز، وكمان تقريبا هنا كان مستعد يقبض على أخوه. أهي الحتة دي كفاية تخليني أتفرج عليه، والله يعين اللي ناوي يشوفه. الفيلم أكتر من 3 ساعات كعادة الأفلام الهندية، بس ده مزودها شوية. بس للأسف الفيلم لا يخلو من المبالغات المعروفة عن الهنود، بوظوا حلاوة الفيلم بالمناظر دي. عدا ذلك الفيلم قوي وجاد جدا، وبيحكي عن اللي حصل من 100 سنة تقريبا أيام الاحتلال الإنجليزي، والعنف والتجاوزات والاستعباد اللي عملوه الإنجليز في الهنود، وده ولا واحد من الألف من اللي حصل فعلا، حتى باللقطة المرعبة دي. وده أجمل حاجة في الفيلم، إنه بيتكلم عن أحداث تاريخية ويوريك إزاي أصحاب الأرض قاوموا والجو ده. يا ريت اللي عندنا في الوطن العربي يكون حد بيفهم ويشتغل على الأفلام التاريخية أكتر، بدل ما كل أفلامنا حب وجواز وهيافة. أنا ممكن أتكلم ساعة عن الفيلم ده على فكرة، مع إني لسه ما اتفرجتش عليه والله، فخلونا نروح للمركز اللي جاي أحسن.